السلام عليكم ورحمة الله. وردة شارلومانتي بعد خروجها من السجن تصرح تصريحات مثيرة كثيرة للإعجاب لمتابعيها، وهكا تقول: أنا اليوم حابة نقول كلمة من قلبي، راني قررت نتوب لربي ونبدل بزاف حوايج في حياتي. الدنيا قصيرة وما تسواش الواحد يضيع عمره في الغلط والندامة. كي دخلت للسجن رغم أنها كانت تجربة صعيبة عليا بزاف، بس تعلمت منها حوايج ما كنت نتوقع نتعلمهم في حياتي. تعلمت بلي الحرية نعمة كبيرة، وتعلمت نعرف قيمة الناس اللي واقفين معايا، وتعلمت بلي الإنسان مهما غلط يقدر يرجع لربي ويصلح من روحه. السجن خلاني نراجع حساباتي ونشوف حياتي من جهة أخرى، وخلاني نفهم بلي الدنيا ما تدومش لحتى واحد. من اليوم نقولها بكل صراحة، راح نتوب لربي ونحاول نعيش حياتي بالحلال وبراحة البال، ونبعد على كل حاجة كانت سبب في تعبي. مانيش نقول بلي راح نولي إنسانة كاملة، بس نقول بلي راح نحاول وكل يوم نصلح حاجة في روحي. ربي يغفر لي على واش فات ويثبتني في الطريق الصحيح. تعلمت بلي أهم حاجة في الدنيا هي رضا ربي وراحة الضمير، والإنسان كي يلقى روحه غلط ماشي عيب يرجع ويقول يا ربي سامحني واهديني. أنا فات ليا بزاف حوايج، بصح اليوم حابة نبدأ صفحة جديدة ونعيشها بطريقة مختلفة. ربي يهدينا كامل ويغفر لنا حتى واش فات.